السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفلاحي، بس مش بالمطرحة او بالرح، هنعمله بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده شكله، وازاي طالع معانا بالشكل ده. لو لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا، ولايك للفيديو وتابعيني للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة معايا 2 كيلو من الدقيق. حابة بقى تستخدمي دقيق الفاخر اللي هو الدقيق الاسترالي، تمام. حابة تستخدمي الدقيق البلدي اللي هو بنجيبه من اللي هو الشكاير اللي بنخبزها دي، اللي هي بتيجي من التموين، تمام. انا كان عندي شكارة وباخد منها بقى كل ما بقدر كده 2 كيلو، واروح خبزاهم بالشكل ده. ومعايا مية دافية، مية دافية مش مية سخنة. ال2 كيلو بضيف معلقتين كبار من السكر، يعني للكيلو معلقة سكر وكيس خميرة فورية. حابة تستخدمي خميرة بيرة، تمام. انا بستخدم خميرة فورية وبتطلع جميلة، تمام. هتستخدمي كيسين، بستخدم دريم. لل2 كيلو يبقى معلقتين سكر وكيسين خميرة فورية ونص معلقة ملح، تمام. ده لل2 كيلو دقيق. وهضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر. اختياري البيكنج باودر اختياري، بس خلي بالك هو بيفرق جدا في العيش لما بنعمله بالنشابة، وبيساعد ان هو يتنفخ كده وبيحسن يعني من العيش بتاعك، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقلب بقى كده السكر والخميرة وكله مع الدقيق، وبعد كده هنزل بالمية بالشكل ده. يعني ال2 كيلو دقيق خدوا حوالي 5 مجات ونص من المية. وطبعا المية حسب ما الدقيق بيحتاج، يعني ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة، المية تدريجي. ونقلب بقى كده، قلبي بقى الدقيق مع العجين. طبعا ما تعجنيش في الاول، احنا بنحاول ان احنا نزوغ الدقيق، بنلم كده الدقيق بالمية، تمام. وبنزل كده تدريجي زي ما انتوا شايفين، اقلب وانزل بمية تاني. بحاول بقى ان انا هنا بقى خلاص ببتدي بقى ان انا الم العجين بتاعي. يعني خلاص شايفين تحت هنا بيبقى فيه دقيق، بكب بقى شوية من المية كده وبلم الدقيق اللي في الطبق كله، وببدأ بقى ان انا اعجن. تمام، نبدأ بقى نعجن العجين بتاعنا بالشكل ده. حاولي بقى تعجني كويس علشان العجينة بتاعتك كده يكون فيها عرق زي ما انتي شايفة. باخده كده وبلفه على ايديا علشان العجينة يكون فيها عرق كده. انتوا شايفين ان هي في الاول بتتقطع، بس بعد بقى ما نعجنها كويس هتدينا عرق كده. شايفين هو كل شوية، يعني كل ما بنعجن كل ما بتشد معانا. نلت بقى ونعجن كده في العجين مش في الكلام. خلي بالك سهل جدا، انا مرضتش اعمله في العجان علشان لو حد ما عندوش عجان يعمله، قلت بقى اعجنه كده بالشكل ده، هعجنه معاكم يعني، تمام. هنزل بقى على الارض علشان محتاج العجين ياخد عجن كويس، والفه. الاول كنت بعمل فوق على البوتاجاز، فنزلت بقى كده على الارض عشان اعجن براحتي. هنا العجينة كانت سايبة شوية،
فانا عايزاها ماسكة علشان مش هعملها على المطرحة، يعني مش هرحها، انا عايزاها تكون ماسكة شوية علشان هفردها بالنشابة، فاهمين؟ فتكون ماسكة شوية عن العجين اللي هو بيبقى طري علشان هنرحه. هي طرية معايا اهو زي ما انتوا شايفين، بس ما تكونش طرية قوي زي عجن الرح. تمام. هنعمل بقى، هناخد رشة بقى كده، انا خلاص خلصت عجن ووريكم ان هو دي بقى فيه عرق كده وبيمط العجين قصدي. وبعد كده رشيت عليه رشة من الدقيق وهسيبه بقى. ماما كانت بتقول بقى وقت ما بترش الدقيق كده كانت بتدعي ادعية وبتقول ستارتك بالدقيق يكفينا شر الدقيق. وهروح هشرب بقى كوباية الشاي وافطر، ومع بسكوتين بقى كده من اللي انا كنت عاملاهم على ما العجين يختمر. وهنا العجين اختمر بعد ساعة، سبت العجين غطيته وبعد ساعة رجعت لقيته بالشكل ده. تمام، كان اختمر معايا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نقرصه او نشكله علشان نفرده. معايا بقى هنا انا طبعا هفرده على ردة. تمام، لو ما عندكيش ردة ممكن عادي ترشي دقيق بدل الردة، رشي دقيق، بس الردة بيخليه بقى كده طعمه حلو زي ما بنشتريه من بره، او زي ايه ما بنعمله في البيت عادي برضو زي الفلاحين ما بيعملوه. عندك ردة، الردة بتكون عند العطار او محل الاعلاف، بتكون متاحة الردة بالكيلو، فيعني هتلاقيها سهلة يعني ان انت تجيبيها. وكمان لو الدقيق اللي هو بتجيبيه شكارة الدقيق دي لما بتحلليها بيكون فيها ردة، فالردة اللي بتطلع منه بتستخدميها. تمام، بقرص بقى كده العجين بتاعي او بشكله كده بالشكل ده. انا حابة ان انا اعمل الرغيف كبير شوية، يعني مش الحجم الكبير اللي هو بنعمله على المطرحة، لا انا عاملة حجم وسط. تمام، يعني العجينة الوزن بتاعها حوالي 200 جرام او 250 جرام، يعني حوالي 200 جرام. تمام، انت بقى حابة تعمليه صغير هتصغري بقى عن كده. لو عايزة تعمليه المقاس اللي زي اللي بنجيبه من المخبز اللي هو المقاس الرغيف ابو جنيه، فتعمليها حجم البرتقانة، يعني عارفة البرتقانة، اعملي العجينة حجمها زي ما شفتيه في اول الفيديو. انا اول الفيديو منزلة صورة الصور اللي هي الكبيرة اللي انا عملتها دي. وكان في مرة كنت عاملة عيش، كنت عاملاه اللي هو الحجم الصغير زي ما بنشتريه من بره وبيكون الحجم الصغير. تمام، بشكله بقى كده. طبعا المقاس اللي انت عايزاه، مقاس الرغيف اللي انت عايزاه. طبعا كل ما هتصغري كل ما هيطلع معاكي كمية اكتر. هنا ال2 كيلو عملوا لي حوالي 15 من 15 ل 16 رغيف. تمام، فبالنسبة ل2 كيلو يعملوا لي 15 16 رغيف كبير، ده حاجة كويسة يعني وحلو يعني موفر. لكن لو هتعمليه اللي هو الرغيف الصغير لا هيطلع معاكي كمية، يعني ممكن يطلع الكيلو حاجة و20 رغيف وال2 كيلو بقى برضو هيبقى الضعف. هقرص بقى كده كل العجين بتاعي كده بالشكل ده، واسيب طبعا مسافة ما بين العجينة والتانية علشان هيخمر، يعني على ما هقطع العجينة هيكون ارتفع واختمر فما يلزقش في بعضه كده. انا خلصت العجين كله اهو بالشكل ده، ودي اخر عجينة هغطيه بقى علشان العجينة ما تنشفش معايا. وهنبدأ ان احنا نشكله. لو وصلتي معايا لحد هنا وما ضغطتيش لايك للفيديو
ولو بتشوفيني من على الفيس هنضغط لايك وتعليق حلو منك ومتابعة بقى للصفحة. هنا انا برضو هفرد على ردة ودقيق، يعني هرش رشة من الردة وهرش رشة من الدقيق. حابة ترشي بس دقيق بس تمام، يعني حابة تفردي على دقيق تمام، هيطلع معاكي حلو برضو. اول بقى رغيف قرصته ببدأ بيه، يعني انا هنا على ما بقرص، يعني على ما شكلت العجين كله خلاص هبدأ بقى ان انا افرد على طول، ما بستناش هو بيكون ارتفع معايا واختمر معايا. ببدأ بأول رغيف وهجيب نشافة بقى بالشكل ده او مردانة، وبدور بقى كده الرغيف بايديا الاول وبرش عليه رشة من الدقيق بسيطة مش كتير، وببدأ بقى ايه افرد وادور بقى ايه الرغيف بتاعي، يعني افرد بالعرض وبالطول وبلف بقى كده زي ما حضراتكم شايفين كده الرغيف بتاعي. هنا انا كنت قفلت كده المسمار على النشابة بتاعتي فمش راضية تلف، هوسعها بقى شوية، شايفين اهو لقيتها ناشفة فهوسع المسمار بقى شوية اهو. بقول لكم هنا ان انا وسعت المسمار فبقت تمشي معايا وتفرد معايا على طول. شايفين بدوره باخد من جوه لبره وبضغط على الحروف، يعني بحاول ان انا اضغط على الحروف. هنا لا هو رقيق قوي ولا تخين قوي، شايفين بالشكل ده، وبشيله برضو بالشكل ده، والشكل ده اللي هشيل بيه وقت ما هسويه الفرن، بشيله بالشكل ده وبروح حطاه في الفرن. تمام، هغطيها بقى واركنها وهفرد غيرها، وكل واحدة بفردها بغطيها. رشة من الردة والدقيق، وهدور كده الرغيف بتاعي تمام وبفرده وباخد من جوه لبره وبضغط على الحروف علشان حرف العجينة ما يكونش تخين معايا. تمام، وما برققش برضو العجينة قوي، عشان لو رققتها قوي مش هيرتفع معاكي. هيطلع حلو معاكي وكل حاجة، بس العجينة مش هترتفع. طبعا هنا بقى انا كنت بحط ما بين كل واحدة والتانية طبقة من الاكياس دي، علشان طبعا ايه اهو زي ما انتوا شايفين. انا الصينية بقى فضيت، بقيت بحط فوق بعضه واغطي واحط الباقي، يعني هنا بغطي واروح حاطه الباقي. وفي الصينية برضو كنت بحط اكياس واحط الطبقة التانية. هنا بقى انا غطيت العيش بتاعي او العجين بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هفتح بقى هسويه في فرن، هسوي منه في فرن البوتاجاز لو ما عندكيش فرن اللي هو الغاز. تمام، بحط بقى الصاجة اللي من تحت دي اللي انتوا شايفينها دي، بنزلها قريبة من ارضية الفرن، وبحط الرغيف كده، بطلع الصاجة واروح حاطه الرغيف كده بالشكل ده، واروح مدخله الصاجة تاني مكانها. المفروض بقى ان انا بقفل الباب شوية علشان يرتفع معايا، بس انا هنا علشان بصور سبت الباب مفتوح. تمام، المفروض ان انت بتقفلي الباب وبعد دقيقتين كده بتفتحي وبتلفي العيش بتاعك زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيشد معايا من تحت بطلعه فوق بالشكل ده اهو. ده ابتدى ان هو يرتفع كده ويستوي شوية من تحت، بروح سحباه واخداه على فوق تحت الشواية، بكون مولعة الشواية والفرن. ولو الفرن ما بيشتغلش معاكي شواية ومن تحت ومن فوق في وقت واحد،
هتضطري بقى ان انت تفتحي الباب زي ما انا فاتحه كده، عشان لو قفلتي الباب الشوايه هتطفي. تمام. بقرب بقى الرغيف كده من الشوايه على الشبكه كده من فوق، وبدوره كده لحد ما ياخد لون. واللي بيشد بقى بيبدأ ان هو يشد معايا من تحت كده، بلفه كل شوية بقى الف فيه عشان يستوي معايا بقى كويس. سهل جدا العيش في البيت. وعايزه اقولك بقى خير ودفى وهتدفي البيت كمان، احنا في الشتاء والجو برد. يعني هتقومي بقى الصبح كده تعجني لك عجنتين وتفرديه بالنشابه، مش بالرحه خالص ولا على المطرحه، وتتعبي نفسك لو ما بتعرفيش ترحي. تمام. شايفين الرغيف هنا خلاص استوى اهو، ما شاء الله شكله جميل وطالع مرتفع. تمام. هاخد بقى الرغيف التاني اللي هو هيشد معايا ده، هروح شايلاه واطلعه تحت الشوايه. شايفين بعد ما بيطلع تحت الشوايه على طول بيرتفع معايا. وهنا بقى هبدأ ان انا بقى خلاص طفيت البوتاجاز، انا كنت بوريكم، وهسوي في الفرن الغاز عشان ينجز معايا على طول ويسوي بقى معايا بسرعة. تمام. هنا كل مرة بلف كده الرغيف بتاعي بالشكل ده، ما شاء الله طالع مرتفع، وزي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا هنا علشان النار بتكون عالية، بعلي النار طبعا في الفرن ده، النار بتكون لازم تكون عالية عشان يرتفع معاكي على طول. لو النار هادية الرغيف هيطلع معاكي ناشف ومش هيكون حلو ومش هيرتفع كمان معاكي، لازم النار تكون عالية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بطلعه بقى، لو حتة كده ما خدتش لون كده من فوق، بتجيبيه عند حرف الفرن كده وبيطلع بالشكل ده. شايفين شكله ما شاء الله. تمام. هنا بقى انا برمي على المطرحة، يعني بشيل واحط على المطرحة وبرمي بيها. ليه؟ علشان الفرن النار بتاعته سخنة. التاني فرن البوتاجاز انا كنت بطلع الصاجة لبره واحط عليها الرغيفة، فهنا طبعا مش هينفع، فلازم ارمي بالمطرحة كده بالشكل ده عشان ايديا ما تتلسعش. شايفين الرغيف ده كمان كله بسم الله ما شاء الله تبارك الله طالع زي الفل. طبعا بقى اولادي انا قعدت اتحايل عليهم عشان يقوموا يجيبوا العيش، محدش سأل فيا، وبقالي يومين عمالة ازن عليهم يروحوا يجيبوا العيش من المخبز. ما بيرضاش يقوموا ولا يروح يجيبوا. فخدتها من قصرها بقى وقمت عجنت كده 2 كيلو من الدقيق بالشكل ده، وقلت بقى اصوره لكم لو حد بقى يعني بيتعب كده في شراء العيش زيي. وطبعا العيش اللي هو في المخابز الرغيف ما شاء الله يعني بقى قد القرصة، ما بيشبعش خالص. هنا بقى بقيت العيش بقى ابتدى ان هو هيلزق بقى كده، اختمر بقى زيادة بقى، لان على بقى ما سويت وصورت وكده. طبعا لو انا مش بصور هو هيخلص معايا بسرعة، بس في التصوير بيفرق وباخد وقت. تمام. فاللي كان بيلزق بقى كنت بحطه على المطرحة وبديله رحة كده بسيطة بالردة كده، علشان اداير يعني ادور الرغيف، لان لما بشيله ممكن الرغيف يمط معايا شوية، فبحاول ان انا بقى ادوره بالمطرحة بس، وبعد كده برمي بيها لفتين بس كده بالمطرحة. زي ما انتوا شايفين كده العيش بتاعي ما شاء الله طالع كله بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. اللي كان بيلزق بقى في الاخر كده اخر رغيف بلفه كده بالمطرحة وبدوره بس وبرميه.
شايفين بفرد بقى لو حاجة كده في الرمية كده شدت معايا او كلكعت معايا، ببدأ ان انا افردها زي ما انتوا شايفين كده. وكده خلاص العيش بتاعنا خلصناهم. ده اخر بقى ايه رغيف. شايفين النار بقى خلاص، الانبوبة خلصت معايا وهدت خالص وما كانش عايز يتعمل. تمام، شايفين بقى ده اول رغيف اللي انا سويته في الفرن بتاع البوتاجاز. شايفين ما شاء الله الرغيف طالع طري ورقيق كمان معايا ومفتوح. شايفين وده كمان ده اصغر. لو عايزه تعملي الحجم ده او الحجم ده كل ما تعملي بقى شوفي انت عايزه تعملي الصغير ولا الكبير، تمام زي ما تحبي. ولو عايزه تصغري كمان اصغر من كده زي ما شفتوا في اول الفيديو في صينيه كده فيها عيش صغير. تمام، ده العيش اللي انا كنت عاملاه قبل كده فحطيته. لو عايزه تعملي المقاس الصغير اللي في اول الفيديو اللي هو العيش اللي هو زي اللي بنجيبه من المخبز اللي بيكون بجنيه. تمام، ده بقى العيش اللي هو كبير شويه، مش زي العيش المطرحه الكبير قوي، بس حلو وسط. تمام، ما حبيتش ان انا اصغر قوي علشان ما ياخدش معايا وقت. تمام، شايفين كله ما شاء الله طالع طري وجميل جدا والله. هنا الكمية بقى ال2 كيلو طلعوا لي دول، وكمان ولادي خدوا كمان رغيفين كلوا بيهم، وفي كمان 8 ترغفة بلدنهم بقى، حطاهم في الفرن يتلدنوا. تمام، ده اول رغيف اللي سويته في فرن البوتاجاز. شايفين ما شاء الله طالع ازاي رقيق، رغيف رقيق ومفهوش كلاكيع ولا عجين من جوه كده ولا معجن، طالع جميل جدا. هقسم بقى الرغيفة بتاعتي لرباع، حابة تقسميه نصاص تمام، عايزة تقسميه رباع تمام. انا هقسمه رباع علشان يكون على قد مثلا كل واحد من ولادي كده اللي عايز ياخد ربع كده ياكل بيه. تمام، مفيش حاجة تفيد معاه او تترمي، طبعا حاجة بقى عاملينها وتعبانين فيها، فالعيش ده ما يترميش بصراحة. تمام، قسمته بقى ارباع كده بالشكل ده. شايفين كله مفتح ما شاء الله، كله زي الفل. شايفين حتى اللي ما تفتحش بيتفتح، كله بيتفتح. لو في حاجة كمان بتبقى مقفلة شوية بفتحها كده بالراحة بتتفتح معايا. وده كمان من البيكنج باودر، معلقة البيكنج باودر اللي انا ضفتها. يعني هو معروف العيش بيتعمل بملح ومعلقة سكر. في ناس بتحط سكر وفي ناس كمان ما بتحطش يعني، بس السكر بيسكر لي كده طعم الرغيف وبيديله طعم حلو. تمام، بنحط معلقة السكر وربع معلقة الملح للكيلو دقيق، وباكو الخميرة الفورية نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر اختياري بس هو بيطلع العيش جميل جدا. هنا قسمت العيش بقى بتاعي لرباع وهقفله وهشيله بقى في الفريزر او في التلاجة وقت ما يعوزه. بناخد منه بقى ونسخنه في الفرن كده وبيطلع معانا طازة جميل جدا. والعيش اللي هو التاني بقى نشفته بالشكل ده. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.